السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين وحبايبي ومتابعين قناة عائلة جوجو. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض احلى سندوتشات في العيش السوري كده، وطريقة العيش السوري حاجة بسيطة كده وان شاء الله تعجبكم. وقبل ما ابتدي معاكم الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. هعمل معاكم طريقة العيش السوري يا جماعة بأسهل طريقة ممكن تعمليها. شايفين عامل ازاي؟ زي الورق كده وطري ويعني شفاف، تبص كده يعني تشوفي خيال ايدك من ورا الرغيف. قبل ما ابتدي معاكم الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان ينزلكم كل جديد. اول حاجه معايا 4 كوبايات دقيق، معلقه سكر، بذره ملح، 4 معالق زيت بس. عليهم بقى هنزل بكوبايه ونص ميه مغليه، يعني الميه بتكون مغليه مش سخنه، مغليه بتغلي. هنزل عليهم وهعجنهم كده زي ما انتم شايفين، وهسيبه بقى كده لما يرتاح خالص، العجينه ترتاح. وبعد كده هجيبه اقطعه برضو واسيبه يرتاح شويه، عشان بتكون العجينه عشان ميه مغليه فبتبقى سخنه شويه. انا هخبز بقى النهارده العيش السوري ازاي على الصينيه كده. هقلبها، اللي ما عندهاش طاسه تيفال. انا عملت مره قبل كده على طاسه تيفال، هعمله لكم على ظهر الصينيه اللي هي زي ما انتم شايفين كده. انا بحطها على النار بتسخن وبهد عليها على ما اكون فردت كده الرغيف اهوت على دقيق، بفرده على دقيق عادي خالص اهوت. كل ما اهم حاجه عليكي وعلى الحروف بتاع الرغيف عشان يطلع مورق كده، عامل زي بيطلع عامل زي الرقاق. العجينه مظبوطه مية مية، يعني 4 كوبايات دقيق حطيت عليهم معلقه سكر وبذره ملح و4 معالق زيت وكوبايه ونص ميه مغليه بس، ولا خميره ولا حاجه، مش بيحتاج لخميره ولا اي حاجه ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه من دي. وبسيبه يرتاح خالص، لان العجينه بتكون سخنه قوي، بتكون عشان الميه مغليه فبتكون العجينه سخنه. بفردها كده زي ما انتم شايفين، وباخدها على ايدي تاني وبفردها برضو بايدي. لو عايزه تفردي على، يعني لو زهقتي كده من الفرد بالنشابه ديت، بتاخديها على ايدك زي ما انت شايفه كده، وبفرده زي الفطير المشلتت. والعجينه اصلا مظبوطه وحلوه وزي ما انتم شايفين كده العجينه يعني ايه، طريه. هوت على الحروف، اهم حاجة عنده الحروف ما تكونش تخينة عشان الرغيف يكون ما يقبش معاكي كمان وانت بتخبزيه، لان لو قب كده بتعرفي ان الرغيف معاكي تخين. بتفردي خالص 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 على قد ما تقدري، يعني شايفين الرخامة اصلا ظهرت من تحت الرغيف اهوت. طبعا الصينيه سخنه، بنزل بالرغيف على طول كده على الصينيه، يا دوبك مجرد ما بيشم النار بس يعني لان هو اصلا رقيق بياخد اللون على طول. يعني كمان ده احمر كمان معايا، مش عايزه اللون قوي كده، انا عايزاه بس حاجه بسيطه خالص، منقط بس كده بسيط. باخده بقى وبطلعه بحطه على فوطه وبغطيه ببلاستيك عشان خاطر يكون طري، عشان ما ينشفش، لان لو سبتيه منه للهواء لان اصلا هو رقيق فبينشف على طول، فلازم تغطيه بحاجه بلاستيك او بكيس بلاستيك عشان خاطر يكون طري. عشان لو عينتيه في التلاجة او في فريزر بتطلعيه بيكون طري معاكي، انما لو نشف معاكي لا تعرفي تطبقيه ولا تعرفي تعينيه. اهوت عملت لكم كمان رغيف تاني اهوت. بفرد على دقيق عادي خالص، دقيق برضو بسيط مش قوي. ولو النشابه كده ماسك، يعني حسيت ان هي بتلزق في الرغيف، بترش بس رشه دقيق بسيطه. الطريقه سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه، بدل ما هتشتري من بره. انت عارفه انت عامله ايه في بيتك، ونظافه بيتك وحاجه بايدك. وكمان الاسعار بقت وهميه بره، اسعار العيش السوري كل حاجه غليت زي ما احنا عارفين، يعني حاجه صعبه. هو باخده على ايدي كده وبفرده برضو، لو بحس ان في اي حته حساسه تخينه بفردها بايدي. الصينيه اصلا بتكون سخنه بقى خلاص، ساعه ما بخبز اول رغيف خلاص الصينيه اصلا بتكون سخنه. وبهدي عليها اما بخلص الرغيف ده، وبرجع اعلي بقى عليها مثلا لما هحط الرغيف ده بعلي النار تاني اهوت. حطيته يا دوبك مجرد ما بيشم النار زي ما انتم شايفين بقوم شايلاه بكل سهوله اهوت.
هنا الرغيف اتقطع من حتة كان في حتة عيش كده واقعة من الرغيف اللي قبله، فقطعت لي الرغيف، فانا ظبطت اهوت لحمته تاني. اهو عالجته يعني، ما خليتوش مقطوع. بس كده شايفين اللون بقى الجميل ده كده اهوت، يا دوبك حاجة كده منقط بس، نقطة كده بسيطة كده صفرة فيه او حمرة بسيط خالص، عشان يفضل طري معاكي، لان لو حمرتيه هينشف معاكي. بتعملي بقى لو هتعملي كمية مثلا اكتر، بتاخدي بقى كده يعني لما بيبرد معاكي بتاخدي كده رغيف رغيف وبتطبقيه وبتحطيه في كيس وبتقفليه في الفريزر، وما بتعوزوا منه بتطلعيه بيكون اكنه لسه معمول دلوقتي. او لو هتحطيه مثلا على رف التلاجة، لو هتعملي منه تاني يوم ولا حاجة، بعد كده لا لازم يتعان عشان ما يفرولش معاكي على الرف. فانا بعمله وباخد مثلا لو اعمل سندوتشات ولا حاجه، والباقي بحطه لو فاض مني حاجه بحطها في الفريزر، وبطلع منه بطبق كل رغيف لوحده عشان ما يكونوش ماسكين في بعض، عشان ما ينفعش يتحط على بعضه كده زي العيش العادي، لان هو منه رقيق، فعشان يكون سهل معاكي وانت بتطلعيه، بتطبقي كل واحد كده لوحده، وبعد كده بتحطيه في كيس وبتحطوه في الفريزر، وما بتعوزوا بتطلعوا منه وخلاص. اهوت يا جماعه، شايفين مجرد بس ما بيشم النار، والنار اصلا بتكون عاليه لان انا بعليها، لان الصينيه مرفوعه بعيده عن النار، ما هياش مباشره زي مثلا لو طاسه فال ولا حاجه. اهوت شايفين الجمال، ايديكي باينه، ايدي باينه من ورا الرغيف والله، من كتر الرقيه اللي في الرغيف. شايفين عمل كل الكميه ديت، الاربع كوبايات عملوا كميه كبيره. لو انت بقى عايزه تكبري مثلا الرغيف عن كده، بتجيبي طاسه اكبر وبتقطعي التقطيعه بتاعه العجين اكبر شويه. شايفين الجمال. انا بس كده عملته لان لقيته طري قوي، فروحت فرداه كده بس عشان عملت بقى منه سندوتشات، وعملت تتبيله فراخ حلوه قوي بسيطه اهيت معاكم تتبيله الفراخ. بصلايه كده متقطعه شرايح، وفصين توم عليها، وشويه بابريكا، وشويه كاري، وشويه زعتر وروزماري، وشويه خل، وعصره ليمونه، وشويه صويا صوص، وشويه ملح، وشويه فلفل اسود، واحلى تتبيله لاحلى فراخ. وشويه فراخ عندي كده كانوا في الفريزر بطلعها، او مثلا لو عندك بانيه وهتقطعيه عادي، اي تقطيعه فراخ انت عايزاها، دي تتبيله سهله وبسيطه، دي تتبيله المهام السريعه عندي. وحطيت عليها قرن فلفل حامي، وتشويحه كده على السريع، حطيت شويه زيت كده بسيطه في الصينيه معايا، وعليهم كمان قرن فلفل اهوت، سريعه سريع. وهعمل بقى سندوتشات الشاورما، يعتبر بقى شاورما، انا عملتها كده تتبيله كده بسيطه. وعندي بقى التوميه، وهعمل لكم طريقه التوميه أنا اللي عاملاها على ايدي، هعملها لكم برضو اهوت. وده بقى الحشو بتاعتي، عندي جبنه رومي وجبنه موتزاريلا وزيتون والتوميه طبعا، والفراخ اللي انا عاملاها اهيت. باخد بقى كده التوميه وبحط عليها الجبنه الموتزاريلا ودي شويه جبنه رومي و... والزيتون، وبطاطس محمره، بطاطس صوابع كده برضو، وزيتون اهوت. وبقوم لفه بقى كده زي ما انتوا عايزين بقى، الحشو اللي انتوا عايزينه اعملوه، حاجه كده تحفه. ورحت حاطه بقى ايه في الطاسه اهوت، شايفين الجمال. ساعة ما بياخد لون بقلبه الجهة التانية اهوت. والله سندوتشات بقى والعيش ما اقولكوش احلى من اللي بتشتري جاهز الف مرة. شايفين الجمال. دي السندوتشات بقى بتاعت النهاردة يا جماعة اهوت، وبألف هنا وبألف شفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.